يا هلا يا هلا، ايه اخباركم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى نستفتح ليكوا الفيديو بفطار انا بحبه جدا جدا، وهو الكسكسي باللبن. الفطار ده يا جماعه انا بحبه قوي، يعني بيفكرني كده بايام طفولتي وايام ما ماما كانت كده بتفطرنا، بنصحى الصبح ما بتعمل كسكسي كده. اليوم اللي قبليه تاني يوم بقى بتكون ايه، نروح فطرانين كسكسي بلبن. الاكله دي انا يا جماعه بحبها قوي قوي قوي. فالمهم كان عندي دي، فطلعت سخنت شويه في الميكروويف كده. الميكروويف لما تحطيه في الميكروويف بيطلعه كأنه لسه معمول حالا. المهم بقى ايه، حطيت اللبن عليه وكنت طبعا مسكراه على حسب الرغبة يعني. وقعدت فطرت وتمام التمام. وبعديها بقى ايه، عملت ايه فطار لبنوتي، سلقت كده بيضايه وهرستها وقعدت ايه ااكلها لها. المهم يا جماعة، ايه اخباركم؟ عاملين ايه؟ الدعاء لاهالينا في فلسطين. يا رب ينصرهم ويقويهم ويعينهم على اللي هم فيه، وعلى البرد اللي احنا داخلين عليها عموما الجو في فلسطين يا جماعة بيبقى ساقع جدا جدا عن مصر بكتير. فربنا يقويهم يا رب ويعينهم ويساعدهم على اللي هم فيه. مفيش حد هيبقى احن عليهم اكتر من ربنا. احنا مش في ايدينا للاسف اي حاجة الا الدعاء والمقاطعة اللي احنا قادرين نعملها. المهم هنا كده بدأت اول حاجة، كنت فطرت وخلصت يعني والنهارده ما حبيتش، مش عارفه ما كانش ليا مزاج ان انا اشرب نسكافيه ولا اعمل قهوه بلبن ولا اي حاجه. فبدات ان انا اشتغل على طول. كان عندي غسيل علقت عليه على الدوره بتاعته، وبعدين دخلت ايه بقى، نقعت الغسيل الابيض. الغسيل الابيض يا جماعه انا بنقعه بميه، بعمل ميه سخنه جامد من الحنفيه، وبحط نطرة بوتاص وبدوبها فيه، وبعدين احط الابيض يتنقع. ممكن بص على قد ما تقدري انقعيه. وبعدين الصراحه يعني البوتاص بيخليه كده فله شمعة منورة. المهم كنت خلصت ودخلت على اوضه النوم، كنت بنضفها تنظيفه كويسه. انا ما نضفتهاش التنظيفه العميقه قوي يعني ما مسحتهاش، هو مجرد ما كنستها ولمعت الازاز. بس كان عندي بقى انا اخر واحده، ان انا يعني تقريبا انا اخر واحده في مصر ان انا اطلع لسه بطلع بدخل هدوم الصيفي وبطلع الشتوي وبظبط كده. بس كان هدومي انا بس يعني، بس هدوم يعني جوزي كنت عاملاها بقالي شويه. بس انا كنت مكسله في هدومي قوي، فجيت بقى النهارده قلت لا لازم يعني ايه، ابدا بقى ايه يعني. انا اصلا بدات البس الشتوي، فدخلت بقى الشتوي على الصيفي، على الدنيا كركبت معايا جدا، والدولاب كركب واتبهدل، واللي كان متطبق ما بقاش متطبق، والدنيا ايه هتشوفوا يعني. المهم هنا كنت بلمع الازاز والتسريحه والكومودينو والشباك ده برضو شباك نضيف، بس برضو ايه اللي هو عليه تراب خفيفة. فانا اول باول دايما ايه لما تكون في الحاجة دايما تلاقوا الحاجة نضيفة. يعني طول ما ايدك في الحاجة دايما هتلاقي الحاجة نضيفة معاكي. هنا الازاز عندي للاسف يا جماعة، انا شقتي بتتطرب بسرعة رهيبة جدا، بتتطرب بسرعة قوي. يعني لازم ايدي يوميا في الشقة كلها لازم تمشي على كل حاجة، ولو سبتها يعني تاني يوم احس ان انا بقالي اسبوع ما نضفتش حاجه. المهم هنا كنت طبعا اهو زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين الشتوي داخل في الصيفي، يعني الدنيا متبهدله خالص. فبدات بقى ان انا افضي كله خالص، وبعدين بقى بسرد. يعني انا يا جماعه الصيفي والشتوي دخل في بعضه ليه؟ لان انا ما كنتش لسه خرجت الصيفي يعني دخلته وخرجت الشتوي، لا انا بقيت اجيب من الشتوي البسه، وطبعا ما بيتوسخ بيتغسل وبرجع احطه في الدولاب مع الصيفي، فكله بقى دخل في بعضه. فهنا بقى ايه، بدأت ان انا ايه خرجت كله، بدأت ان انا اسرد الصيفي اركنه على جنب عشان ادخله يعني اعينه بقى. والشتوي هبدأ ان انا برضو ارصه، يعني اركنه برضو على جنب وارصه ايه في الدولاب. خلاص اللي انا هلبسه بقى يعني، الجو خلاص بقى شتوي شتوي يعني. شوفوا الدولاب متبهدل جدا يعني.
والله يا جماعة غصب عني، الوقت ضيق ومعايا طفلة، والله يكون في عين، أنا معايا طفلة مطلعيني، بس بقعد أقول يا رب الله يكون في عين اللي معايا 2 و3 بجد، الله يكون في عينهم حرفيا حرفيا. يعني الله، يعني أنا بقول يا رب أنا ما أجيب واحد كمان يعني ما أجيب 2 و3 هعمل ايه يعني بجد؟ هعمل ايه؟ يعني اذا كان انا معايا واحده ومش ملاحقه وبجري هنا وبعمل هنا وهي بتبهدل لي الدنيا، هي يعني في السن بسم الله ما شاء الله عليها بدات تنخرب وتجيب، يعني انا هقول لكم الدولاب ده عشان اوطي ازاي، هي كل يوم بتطلع لي اللي جوه ده بتطلعه لي بره، وانا تاني يوم ارجع اطبق واحط، وساعات بقى لحد ما زهقت قلت كده كده انا يعني هظبطه وبقيتش اطبق، هي تخرج وانا ادخل، هي تخرج وانا ادخل، يلا المهم ربنا يخليها لنا يا رب، ومش مشكله كله فداها الحمد لله. هنا كنت خلصت الاوضه اصلا، وكنت اصلا كمان كنستها، وكان اخر حاجه اللي هو الباسكت، شلت الزباله وجبت كيس جديد وايه ورجعته. هنا بقى ايه كان المطبخ نضفته تنظيفه برضو ايه اللي هو جري في جري، كنت يعني بلملم المطبخ. عموما كان المطبخ عندي مش وسخ، هو كان عندي شويه مواعين والرخام برضو رخامات كده اللي هو مسحتها جري في جري كده، والبوتاجاز برضو، بس ما صورتش، يعني صورت معاكم ايه حاجه بسيطه منها، بس ما صورتش بقى ايه البوتاجاز وكده. كنت الصراحه بنجز، يعني انا اصلا كنت صاحيه متاخره وعاوزه ايه اللي هو انجز بسرعه في التنظيف. فهنا بقى ايه دخلت على المواعين ايه جري كده بقى ايه رغاوي بقى. انا بحب الصراحه اما اجي اغسل المواعين بحب بقى اراجع كتير، وبحب احط صابون كتير. بالمناسبه انا الصابون اللي بستعمله الصابون اللي هو البودره يا جماعه، اللي هو بيتعمل في البيت بصراحه ممتاز، اذا كان نظافه اذا كانت ريحه، بجد بجد يا جماعه تحفه. يعني لو تجيبوه احسن بكتير واوفر بكتير من اللي هي الجراكن الفيري والكلام ده. يا جماعه شجعوني لو انتوا وصلتوا لحد هنا، يعني لايك يا جماعه لايك شجعوني يا جماعه واعملوا لايك، وشوفوا انتوا نفسكم في فيديوهات ايه وعاوزين فيديوهات ايه وانا اعملها لكم. عينيا لكم الاتنين والله، يعني مش هتأخر عنكم، بس شجعوني وحطوا لايك وسبسكرايب، واتمنى ذلك، واتمنى يعني ايه ان نكون اخوات واصحاب ونشارك بعض، مفيش اي مشاكل. مش عارفه ليه انا بقالي فتره كده غاويه ان انا ايه غاويه الكريب بالليل، يعني بقالي مش فتره، يعني بقالي كذا يوم احب ايه اروح عامله لي كريبايه كده بالليل واقعد اكلها، يعني بقالي حوالي 4 مرات عملت الموضوع ده 4 مرات.